دكتور، يعني الدورة دي أو البطولة دي بتتعمل إيه؟ كل سنة مثلا ولا هي أكتر؟ الحقيقه دي تاني سنه نعمل. تاني سنة، ما هي الدورة التانية بالظبط. مم. هو مبدا الدوره دي الحقيقه هو كالاتي، زي ما قلت لحضرتك ان الكاراتيه هو نوع من الثقافه قبل ما ثقافة. يكون مجرد رياضه او اداء فقط. كويس. ليها ابعاد كتيره نفسيه وبدنيه ومهاريه. اللقاء اللي احنا بنعمله ده الحقيقه بيبقى لقاء فكري عاصف، مم. زي ما بقولها كده بوضوح. عاصف بمعنى احنا ابطال العالم، احنا فعلا ابطال العالم كويس. بريكورد 9 ميداليات ذهب، تلينا اليابان اللي هي كانت ام اللعبه وام هذه الثقافه ب6 ميداليات ذهب. مم. اخر بطوله عالم كان هو ده الريكورد. مم. ولكن انا مع زملائي الحقيقه خدنا سياسه ان احنا حتى نظل على القمه لابد ان احنا نتبادل المعلومات وناخذ من كل الجهات. احنا جايبين 4 من افضل 4 في العالم. جايب بطل العالم اللي هو لوكا فالديزي اللي تفضلت وجبته لنا في دلوقتي التقرير في التقرير. لوكا فالديزي ده بطل العالم في الكاتا، هو طلياني. جايبين بطل العالم في الكوميتيه اللي هو الاشتباك، واين اوتو، ده لسه هيجي ان شاء الله ويكمل معانا من بكره. جايبين احسن هي اثنين. مدتها كام يوم؟ هي لغايه يوم 11 ان شاء الله. هيبقى في برين ستورمينج، يعني عاصفه من الافكار باذن الله بين اولادنا وبين خبرائنا والخبراء العالميين اللي احنا نقيناهم بشكل حصيف جدا مم. عشان ناخد منهم كل اللي نقدر عليه. مش كده وبس، احنا بنصدر برضو المستوى العلمي اللي احنا وصلنا له، بنوريهم الفلور والارضيه بتاعتنا. انا عندي 300 مدرب في هذه الدوره، ال 300 مدرب دول هم اصحاب الفضل في ابطال العالم اللي احنا بنشوفهم. احنا بنزود ثقافتهم، بنعرفهم احسن واحد في العالم بيقول ايه، بيعمل ايه. انا متاكد ان الريورد او الحصيله اللي هتوصل لنا من هذا الكلام هتكون غاليه وكتيره جدا. طيب. هو الحقيقه يعني انا بتجربتي العمليه وتجربتنا في اتحاد الكاراتيه، دعنا نتكلم بقى بشكل اخر، وهو الفرق بين منظومه الافراد ومنظومه المنظومه الاورجنايزيشن. ان انت يكون عندك منظومه حقيقيه، بمعنى ان انا مش بكتشف 2 3 وبعدين امشي وراهم. لا، احنا بنعمل منظومه يخرج منها الابطال بشكل تلقائي سيستماتيكال يعني. طب ازاي الكلام ده؟ انا دايما مهتم بالدافع. ما هو الدافع عند اي واحد عشان يكون بطل؟ الدافع ده هو اللي بيخليه، نتكلم بالبلدي كده، يذاكر كويس. يهتم بنفسه، يهتم بصحته، يحافظ، لان البطل ده انسان مختلف عن الانسان العادي. البطل ده له نظام في حياته، له اسلوب في تفاعلاته النفسيه. حياته مختلفه تماما عن اي انسان اخر. ده مش معناه ان هو مش متفوق، لا، واحنا عندنا تجارب عظيمه جدا. كل اولادي متفوقين علميا، وده شيء انا بفخر بيه. طب وهندسه وتجاره وبيشتغلوا، وحاجه جميله جدا يعني. طب هذه نقره وهذه نقره ولا ده بيؤدي؟ لا ابدا، هو يعني اسلوب، في اتصال ما بين ده منر، هو الشخصيه اسلوب، لا تتجزأ. هو اسلوب، خاصه لما احنا ندعمه كاتحاد بيرعى هذه الابطال. يعني بنرعى كمان مستواهم العلمي، بنرعى دروسهم، بنرعى كل هذا الكلام، وله جانب نفسي مهم جدا. دكتور، انه جمهورية مصر العربية زي ما هي مصدرة للنجوم، هي مصدرة أيضا للمدربين، ورغبتي أنا أنها تكون مصدرة للفكر الإداري في المقام الأول، لأن هو ده اللي بيحرك المنظومة في المقام الأول. أنا عايز تعليق سريع على البطولات اللي جاية يا دكتور، عشان عندي تقرير المستشار احنا عندنا إن شاء الله خلال شهر 8 هيكون بطولة أفريقيا، ثم بطولة العربية. في أول 9 إن شاء الله عندنا بطولة البحر الأبيض المتوسط في مونتينيجرو إن شاء الله. عندنا معسكر للأولاد، لأن طبعا الإيفنت المهم لينا في شهر 11 بطولة العالم اللي احنا بنوعد مصر بفرحة كبيرة قوي فيه يا رب. بإذن الله. عندنا إيفنت مهم هيكون معسكر في مونتينيجرو مع 5 منتخبات هيكونوا موجودين هناك. إن شاء الله هيجوا عندنا برضو 5 منتخبات يعسكروا لمدة أسبوع مع الفريق المصري على حسابهم الخاص. تمام. روسيا ومونتينيجرو هتكون معاهم، وهيكون معاهم جورجيا. 5 منتخبات هيجوا هيكونوا موجودين معانا. آخر بطولة للاحتكاك هتكون في ألمانيا، واحنا اخترنا انها تكون في ألمانيا، دي من ضمن سلسلة الدوري الجائزة الكبرى. إن شاء الله
هتكون دي قبل شهر من بطولة العالم اللي هتكون في بريمن في شهر 11. دي المحطة الأخيرة لينا. يا رب ربنا يوفقك يا دكتور.